السلام عليكم. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي لا نعتبره مجرد حلقة على اليوتيوب، بل هو ملاذ آمن ومحطة لاستراحة الأرواح المتعبة. في رحلة الحياة نمر جميعاً بمنعطفات حادة، ونجد أنفسنا أحياناً محاصرين بين مطرقة الضغوط اليومية والمحيط الذي قد يكون مستنزفاً، مريضاً أو محبطاً لقدراتنا. في عالم يركض بسرعة جنونية وبين جدران بيئات قد تكون أحياناً مسمومة أو مشحونة بالضغوط النفسية، يجد الإنسان نفسه يتآكل داخلياً. هل شعرت يوماً أنك مجرد آلة لتنفيذ المهام؟ هل يحيط بك محيط سلبي يجعلك تفقد صلتك بنفسك؟ اليوم سنتحدث عن طوق النجاة. سنتحدث عن الشغف والهوايات، ليست كرفاهية بل كضرورة عقلية ونفسية للبقاء على قيد الحياة. في المجتمعات المجهدة أو البيئات الضاغطة، ينظر للهواية غالباً على أنها مضيعة للوقت، لكن الحقيقة العلمية تقول إن الهواية هي إعادة شحن لبطاريتك النفسية. عندما تمارس شيئاً تحبه، تدخل في حالة ذهنية تسمى فلو أو التدفق، حيث ينعزل عقلك عن الضجيج الخارجي ويركز كلياً على الإبداع، مما يقلل مستويات التوتر بشكل فوري. كثيراً ما نسمع جملة "لقد فاتني القطار، الهوايات للصغار". دعوني أؤكد لكم أن الإبداع لا يشيخ. الدماغ البشري يمتلك مرونة عصبية مذهلة تسمح له بتعلم مهارات جديدة في أي سن. الشغف في سن 40 أو 60 ليس مجرد ممارسة، بل هو تجديد للعهد مع الحياة. العمر ليس حاجزاً، بل هو مخزون خبرة يجعل ممارستك لهوايتك أكثر عمقاً ونضجاً ونبلة. يتهم البعض أصحاب الهوايات بالهروب من المسؤوليات، ولكن دعونا نفرق بين نوعين من الهروب. الهروب السلبي هو اللجوء لآليات تدمر الذات لتخدير الألم، كالإدمان أو الانغماس المفرط في تصفح الهواتف. الهواية استراحة محارب، هي انسحاب مؤقت وواعي من ضجيج المشاكل لإعادة ترميم النفس. هي ليست هروباً من الواقع، بل هي بناء قوة لمواجهة هذا الواقع بذهن أصفى ونفسية أقوى. الهواية هي الجسر الذي تعبر عليه من الفوضى الخارجية إلى السلام الداخلي. في المحيط الذي يغلب عليه النقد أو الإحباط أو المرض النفسي، تصبح الهواية مساحة سيادة. عندما يحاول من حولك تحطيم ثقتك، يأتي الشغف ليذكرك بقيمتك وبأنك قادر على الإنجاز بعيداً عن أحكامهم. في تلك اللحظات أنت تقول للعالم: قد تملكون التحكم في ظروفي، لكنكم لا تملكون السيطرة على روحي وإبداعي. إنها صرخة صامتة تقول: أنا ما زلت هنا وأنا بخير. تذكروا دائماً أن هوايتكم هي المنطقة التي لا يملك أحد سلطة عليها سواكم. هي المساحة التي تشرق فيها شمسكم حتى لو كان العالم من حولكم مظلمة. ابحثوا عن ذلك الشيء الصغير الذي يشعركم بالبهجة، تمسكوا به واجعلوه حصنكم المنيع ضد ضغوط الحياة. الهواية ليست ترفاً للأغنياء ولا لعباً للصغار، بل هي مضاد حيوي للروح في زمن الأوبئة النفسية.